وإلى خبر آخر، اتفق رجال الأعمال الأردنيين والتونسيين على إنشاء مجلس اقتصادي مشترك للمساهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء جمع جمعية رجال الأعمال الأردنيين ووفد رجال وسيدات الأعمال في تونس لبحث سبل تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين في مختلف المجالات، مثل المشاريع المتوسطة والصغيرة والزراعة وصناعة زيت الزيتون والطاقة وقطاع الخدمات كالسياحة والرعاية الصحية والتعليم. وأكد الجانبان على ضرورة أن يرفع القطاع الخاص في البلدين حجم الاستفادة من اتفاقية أغادير التي يرتبط بها البلدين معا، وعلى دعم انضمام كل من فلسطين ولبنان لهذه الاتفاقية. جينا نقابل كل الأطراف من أجل أنه نجد مجالات تعاون أخرى، نجد مجالات نزيد ندعم فيها التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين بطريقة تكون رابح رابح، يعني كل البلدان بلد تونس والأردن رابحين في المجال هذايا، وخاصة أنه تربطنا اتفاقية لابد أنه يتم استغلالها على أحسن وجه، اتفاقية أغادير اللي تربط بين 4 بلدان عربية. الهدف من الاجتماع هذا كان تنمية العلاقات بين الجمعية الأردنية وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية في عدة قطاعات. تحدثنا على قطاع الأدوية اللي هو متطور كتير في الأردن، وإحنا مهتمين بالشراكات الأردنية التونسية باش نبعثوا مشاريع إن شاء الله في تونس ولا في الأردن للأسواق الإفريقية مثلا. تحدثنا كذلك على قطاع الفلاحة وقطاع الزيوت اللي في تونس عندنا معناها خبرة فيه، نجم يقع تبادل خبرات ما بين الطرف الأردني والطرف التونسي.